الحمد لله صحينا على احسن خبر ممكن يكون لاي زملكاوي. رحيل جروس، مش تعيين بيسيرو، لا رحيل جروس. انا مش متخيل ان في جمهور من الزمالك زعلان على الموضوع ده، زعلان على رحيل جروس. بالعقل بس كده، انت فاكر ان انت كنت ممكن بجروس تتعادل قدام الاهلي؟ مش هقول لك تكسبه، هتقول لي الكوره فيها كل حاجه الا مع جروس. يا جماعه ده واحد عيوبه كتيره جدا. شيل جروس اللي بنحبه بتاع 2019 اعظم مدرب، ده حاجه على جنب. جروس دلوقتي الفتره الثانيه، اخر ثلاث ماتشات مش عاملين غير فرصتين على الجون. ماتش فاركو مفيش غير شوطه على الجون من شحاته، شوطه ضعيفه. ده مدرب لا في فكر، اللعيبه بتكرهه، كل حاجه. هو مش واعي، هو مش دريان بالدنيا. تزعلوا انه مشي؟ لا ده تهريج. عايز تزعل من مجلس اداره الزمالك، تزعل انه مشاش جروس بعد الثلاثه من بيراميدز. هتقول لي ما لحقش يجيب مدرب، انت جايبه النهارده 13. لا انت تجيبه لي قبل كده، تجيبه لي مثلا من يوم 5 يوم 6. ماتش بيراميدز كان يوم 31. انا هنا لوم على مجلس اداره الزمالك، لكن تقول لي انه مشى جروس ده يغور. لا بجد يغور. هات اي حد مصري. الحمد لله جاب لك بيسيرو. ايه مميزات بيسيرو؟ بيسيرو مدرب درب في افريقيا كتير، اخر انجاز ليه واخد مع نيجيريا مركز تاني، ما كانش حد متوقع الموضوع ده. مدرب درب في مصر قبل كده، مدرب لو تقدم في النتيجه انسى ان يتعمل عليه كومباك، مدرب دفاعي رخم. اقول لك حاجه، سيبك من كل الهبل ده، على الاقل اسمه مدرب، جايب 4 مساعدين اجانب جاي يشتغل. لكن جروس ده مع احترامي ما كانش مشروع مدرب. ده قلنا له خد مصريين، حاضر. مدرب حراس المرمى جاي بعديه بشهر، حاضر. الدنيا معاه كانت بايظه وكان جاي ياكل عيش. على بيسيرو تجربه، تنجح ممكن، تفشل ممكن، ما تعملش انبهار قوي ممكن، يعني تجربه. انا ما بقولش انه هينجح وما بقولش انه هيفشل، ادينا بنجرب. بس الوم على مجلس اداره الزمالك. طب ما انت معاك دولارات اهو، طب ما انت هتدفع لبسيرو، طب ما انت هتدفع شرط جزائي لجروس. ما خلصتش في اللعيب الكوت ديفواري ليه؟ ما خلصتش فلوس في شلاك ليه؟ لازم لما تتزنق، لازم لما تحس انك هتتغلب 3 من الاهلي و4 والجمهور هيزوم عليك، بيسيرو يجي بدري. واحيي بيسيرو، بيسيرو مدرب ذكي. قال لك انا هاجي امسك ماتش الاهلي عكس ميكالي خاف. ليه مش ذكي؟ قال لك لو اتغلبت محدش في الجمهور هيلومني، لو كسبت هطلعت السما وخدت بونت او اتعادلت حتى. ده الصح. مدرب مش خايف، مدرب جريء، دي من مميزاته. مدرب هيزعق في اللعيبه مش جروس. يا مسهل الحال يا رب، الساعه ونص تخلص عشان نمشي. انا مش بكره جروس، جروس مدرب عظيم في الفتره الاولى، بس انه يجي اول مره دي كانت كارثه، كارثه. بيسيرو مليان مميزات، خد ماتشات في افريقيا كتير، عارف الكونفدراليه، عارف افريقيا، عارف الدوري المصري. هتقول لي مدرب دفاعي، طب وجروس كان مدرب ايه؟ مش مدرب، لا لا ما كانش مدرب. جوميز كان مدرب اللي هو ايه، اسمها ايه، دايركت فوتبول. انت مش عايز دلوقتي مدرب هجومي، انا عايز مدرب بمنظومه يزعق في اللعيبه يعمل. بس رساله لمجلس اداره الزمالك، بيسيرو بيمشي ويسيب انديه كتير عشان الفلوس، اديله فلوسه، ادعمه لاخر الموسم. انا بلوم على مجلس اداره الزمالك انه ما جابش بيسيرو من اول لما مشي جوميز. انت ايه فكره جروس دي انك جبته؟ انت ضيعت عليه وقت كتير قوي. دلوقتي بيسيرو هيخش ماتش الاهلي مش عارف اللعيبه، هيجرب وانت وحظك. بس سمعت الجمله، هيجرب، في امل، في امكانيه انك ممكن تتعادل مع الاهلي، ممكن تكسبه يا رب لو الحظ وقف معاك. لكن بص، في امل. انت مع جروس كان انسى الامل ده، امل ماتت يا ريس. انت مش عارف تعمل هجمه على فاركو، هتعمل على الاهلي؟ الاهلي وحش بس الاهلي هينزل ضدك غالب ببن شرقي ووسام وي. اخر حاجه لجمهور الزمالك، ادعم بيسيرو، ادعم بيسيرو، ادعم بيسيرو، ادعم مجلس اداره الزمالك مع انه ما يدعمش. اتاخر في بيسيرو واتاخر انه يمشي جروس وما كانش يجيب جروس من الاول، بس عشان ما يقولش ان احنا بنتلكك. انت عملت خطوه نوعا ما صح، مشيت المدرب الفاقد للاهليه وجبت مدرب يمكن ينجح ويمكن يفشل، اسمه مدرب هنحاول معاه. ادعم. بس تمسك مجلس الاداره ده بقى لما بيسيرو يفشل تنفخه. ليه ما جبتوش من الاول انت؟ يعني خد بالك بيسيرو محطوط تحت ضغط ابن لذينه، هيتغلب من الاهلي هنعديله، طب تعادل تاني، طب خساره تاني، الدوري راح خلاص شكرا، انت الدوري على تكه، لان خلاص هو دور اول وبعديها 9 ماتشات كلهم كاس. ال9 ماتشات بتوع الدور التاني دول كاس يا ريس، وهتلاعب فيهم بيراميدز والاهلي وزد والدنيا بايظه. فانت ده يتلام على مين؟ ما لومش على بسيرو، الوم على مجلس اداره الزمالك. هتقول لي طب ليه ما تلومش على جروس؟ ما هو معهوش لعيبه. يا جدعان جروس ما كانش بيقدم كوره،
جروس ما كانش بيزعق في اللعيبه، حاجات كتير قوي تايهه عن جروس. ما كانش بيعمل اي حاجه. بسيرو ده لا هيعمل، هتلاقيه بيزعق، هتلاقيه نوعا ما في فكر، نوعا ما في حاجه، في مدرب احكم عليه في الدور الثاني. ادعموا بسيرو وادعموا مجلس اداره الزمالك نوعا ما، مع ان انا مش عارف انت ما جبتوش من بدري ليه. بس المهم عندنا ماتش بتروجيت، ايمن عبد العزيز مساعد ليه، مدرب مصري كويس، معاه 4 أجانب، ودي أهم ميزة إنه معاه 4 أجانب. وبعد كده ماتش الأهلي، أنت وحظك. هتقول لي مدرب دفاعي، طب ما أنا عايزه في ماتش الأهلي مدرب دفاعي، وأنا عايز ضد الأهلي اللي يفتح ويلعب تيك تاك والدنيا حلوة. لا، أنا عايز بيسيرو يقفل الدفاع، عايزه يلعب بمصدق. أنا وش ده هيلعب بمصدق مش أحمد حسام، جاي عارف الفرقة جاي. هو قال تصريح، أنا كنت بتفرج على الأهلي والزمالك متابع، فإن شاء الله يبقى عارف الأسامي ومدرب كبير، وان شاء الله يلحق يلم الدنيا في ال4 ايام اللي قبل ماتش الاهلي، ويمكن تتعادل ونطلع بيه السما. ولو اتغلب محدش يوقعه. ادعمه، وان شاء الله لو حتى اتغلب من الاهلي يقدر يعمل كامباك في الدوري او على الاقل الكونفدراليه. هو نص الموسم ده هياخد فيه اصلا في الشهر $70,000، مش رقم. يا ريت تديهوله في ميعاده عشان ما يمشيش ويسيبك، وتدي الشرط الجزائي للجروس عشان ما يرفعش علينا قواضي، ونبتدي نشم نفسنا مع بيسيرو. مضى سنه ونص على امل يا رب موسم الزمالك ينجح ونلحقه. بيسيرو مدرب كبير، مدرب عنده شخصيه، مدرب درب في افريقيا كتير، ندعمه. مع السلامه يا جروس، واحنا هنعمل ديليت للفتره دي كانك ما جيتش. انت مدرب دربتنا سنه في 2019 ومن اعظم المدربين اللي جم في الزمالك، وان شاء الله جروس يبقى من ان شاء الله بسيرو يبقى من اعظم المدربين. ماتش الاهلي باذن الله، باذن الله على الاقل نتعادل. ماتش الاهلي في امل بعد لما عيننا بسيرو. دمتم سالمين. بسيرو نصيحه بسيطه، ابعد عن مصطفى شلبي. انا بقول لك اهو، خدها من ايمن عبد العزيز مش هيقولها لك دي. مصطفى شلبي اوت، طلعه بره خالص. الكابتن الجزيري يعني خليه معاك لان ما فيش غيره. انا شفت ناصر ماتسي مش هينفع. مصطفى شلبي قص المصايب، مشي مشلاك ومشي الزناري ومشي زياد كمال. مصطفى شلبي اوعى تلعبه. لاعب بقى الواد التونسي، لاعب محمد حمدي، العب انت بنفسك، لاعب ابنك، اي حاجه. قص المصايب مصطفى شلبي يا بسير، والله العظيم انا بقول لك هو خلص على مدربين كتير يا ريس. اوسوريو، جروس، معتمد جمال، بيخلص. هو الوحيد اللي قاعد وكله مشي. ان شاء الله الزمالك هيعمل نتيجه كويسه قدام الاهلي، ولو ما حصلش ان شاء الله الموسم لسه فيه بقيه مع بيسيرو. دمتم سالمين. سلام.